السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة عسل وتابن. نتمنى ان شاء الله تكونوا كل بخير. انا الحمد لله. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم صليوا على الرسول عليه الصلاه والسلام ونبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم بسم الله. اليوم البنات بالك تقولوا عندي مده غبت يعني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تاني. البنات عندي البانتر في الدار، يعني عندي دي طرافو لهذا السبب، وسورتو انهم قدام الكوزينات ما تعذر عليا اني ندير وصفات. والفيديو هذا اللي تشوفوا فيه ولا القضيه هذا اللي راكم تشوفوا فيه هو النهار اللي قررت فيه. راكم تعرفوا احنا تسمى في البلد كي يجي واحد يخدم عندك في الدار لازمك تغديه. انا ما غديتهمش كل يوم، ما قلت مره باسكو يقعدوا عندي تقريبا 15 يوم، قلت مره راح ندير لهم غدا، وبيان سور هما يحبوا النعمه، ايا نديروا كسكسي باذن الله ولا نعمه. اكيد سقسيتهم على اللحم اللي يحبوها، ما يحبوش الخروف. هي درت وحدي هكا واحد البروغرام في راسي، قلت باه ندير لهم نعمه تكون بنينه وفيها اللحم اللي يحبوها، يحبوا الفيونداشي ويحبوا اللحم الدجاج. شويه سلطه وخلصت الحكايه. يعني هذه هي انا هنايا القضيه نتاعي. كما شفتوا شويه خضره للنعمه. هنا الفيونداشي شريت كميه شويه كبيره، لانه انا ماشيش بالكميات الصغار، ديما نشري كميه كبيره هكا. اول حاجه تكون بروموسيون، يعني البري تاعها يكون شويه ناقص. وتاني حاجه هي اني نتهنى منها، يعني مانيش كل يوم رايحه جايه عند الجزار. هنا الكميه هذه اللي خليتها كلش حطيته في ليساك، والكميه هذيك خليتها اللي رايحه نخدم بها، نحطهم في ليساك. من الاحسن تضغط عليهم هكا باه ما يديولكش بلاصه كبيره في الكونجيلاتور تاعك. وش تاني شريت البنات؟ شريت صدور الدجاج وشريت لي كويس دو بولي. خاطر كاين انا تاني في ولادي كاين اللي ما يحبش ياكل لي كويس دو بولي، يشتيو غير الحاجه يعني، ولا الهبره البيضاء ولا صدور الدجاج. حتى تاني انا ولادي اللحم تاع الخروف يعني ما يموتوش عليها مع النعمه. كي ندير نعمه ماذا بيهم تكون غير باللحم تاع الدجاج، لانه ما يحبوش الريحه تاع لحم الخروف. انا هذيك هي الريحه تاعو اللي تعجبني، يعني مره على مره نسخف عليها شتي ندير بها. ما نديرش باللحم تاع الخروف ديما، بصح مره على مره نسخف عليها. انا كما راكم تشوفوا صدور الدجاج قطعتهم، هما تاني شريت كميه كبيره. نفس الشيء يعني في عند الجزار. اي حاجه كتشاب كميه كبيره راح يكون السعر تاعها شويه هابط. كما قلت لكم شريت كميه كبيره، اللي رايحه ندير بها خليتها كوتي، واللي بقاولي نحطهم في اكياس هكا صغيره، وما شتيش نكتر في الكيس لاني كل مره واش رايحه ندير بهكا. اذا حابه كيس واحد اذا كنت حندير حاجه خفيفه، اذا كانوا حاجه اكثر يعني لازم تكون فيها صدور دجاج اكثر، يعني نجبد زوج شكيرات كيما هكا باه نكون على بالي بلي عندي صدر. خير من لا تحطي صدر كامل في شكاره واحده ومن بعد كي تحبي ديري بالنص تحصلي. المهم خبيت الفيونداشي، خبيت صدور الدجاج اللي نخدم بهم خليتهم يعني دكوتي. وهادو لي كويس دو بولي كيف شريت هادو البنات 4 كيلو تاع لي كويس. شوفوا لي كويس تاعنا صغيرين مش كيما تاعكم تاع البلد بزاف كبار. سي فري لي كويس دو بولي اللي شفتهم في الجزائر يجيو بزاف كبار. هادو يعني كيما بريسك تاع الداند، الوغ كو لي كويس هنا يعني الحجم تاعهم عادي. انا هذا هو الحجم اللي نعرف. نقيهم نحي لهم الزوائد بكل. هذيك الصفاره هذيك اللي تجي من تحت، انا عندي حاجه ضروريه جدا 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 لازم نحيها. ما نقدرش نشوفها طيب في البرمه تاعي. ما نباليش نتوما راكم كيفي ولا لا تكون شويه هذيك الصفاره بركاينه تقلقني، مع انها شويه صعيبه في التنحيه، بصح كوميم نحيهم الكل. بعد ما نقيهم كما قلت لكم الكميه تاعي كل اللي نحط في الكونجيلاتور نحط. البنات باه نزيد نقول لكم باه ما تقولوا ليش تغسلي ولا ما تغسليش، انا دوك نشوطهم كما راكم تشوفوا هكا بشاليموف وطابونه كما تحبوا. ومن بعد انا لي كويس دو بولي نغسلهم قبل ما نحطهم في الكونجيلاتور. البنات صدور الدجاج ما نغسلهمش، ما نباليش عليه، بصح صدور الدجاج نجبدهم نغسلهم قبل ما نستعملهم فقط. كما شفتوني صدور الدجاج من بابي حطيتهم في الاكياس، حطيتهم في المجمد، كي نعود راح نستعملهم نغسلهم. عكس لي كويس هكا اللي ننظفها كيما هكا نغسلها نخليهم شويه يقطروا، ومن بعد نحطهم في الاكياس تاع المجمد ونخبيهم.
واللي رايحه نخدم بهم درك تاني نخليهم دو كوتي. وهنا نحي هذاك الجزء الصغير هذاك اللي راكم تشوفوا فيه اللي لاصق في الفخذ. هذاك البنات ديما كنحطوا فيه كل زوج مع بعضهم. انا نحب نمشش مره على مره نحط زوج ولا ناكلهم غير انا بصح. المهم خبيت كلش اللي حنخدم به حطيته جانبا. وانا البنات الغداء تاع لي بانتر كنت راح نديرو الغدوه هذه، يعني قبلها بنهار العشيه حطيت الحمص تاعي ترنخ ولا ترطابلي، لانه قلت نحط الحمص في النعمه تاني. وانا حبيت نسجي الافونس لانه قاعدين يخدموا قدام الكوزينه كما قلت لكم. غدوه الصباح تجيني شويه صعيبه اني نطيب وهما لتما. اكيد يعني كملت الطياب تاعي، لكن اغلبيه الخدمه درتها نهار من قبل يعني مع العشيه. انا نقيت البصل اللي رايحه نستعملوه كامل، اللي نحطوه في اللحم المفروم، واللي رايحه ندير به تاني المرق تاعي تاع النعمه. الكميه تاع البصل رحيتها مليح، نرحيوها مليح ونبدا نداوي في اللحم تاعي. عندي لي كويز دو بولي والصدر، وعندي كميه تاع اللحم المفروم. انا حطيت فيها شويه بصل. الكميه المتبقيه حطيتها مع الدجاج هذاك. انا الدجاج تاعي هذا حطيته في الصحن حنداويه، وغدوه فقط نحطه في الكوكوت ولا في البرمه، ما كنتش على بالي في هذاك الوقت فهو راح نطيب. المهم نكمل له الطياب. حطيت الملح فيهم في زوج، في اللحم المفروم وفي اللحم تاع الدجاج. نحط الفلفل الكحل كميه كبيره كيف بالنسبه للحم المفروم. وش تاني حنضيف كميه تاع الزيت، ونحط كميه تاع صلصه الطماطم. اذا ما عندكش تقدري ترحي حبيبه طماطم ولا زوج حسب الكميه تاعك تاع اللحم اللي راح ديري. انا درك نحركهم مليح مع بعضهم. وصدقوني يعني غدوه الدجاج تاعي واللحم تاع الدجاج جات بزاف بنينه، لانها باتت هكا مرقده في الدواء هذا. نغطيه بالبلاستيك، غطيت الصحن تاعي مليح وحطيته في الفريجيدار ولا في الثلاجه، باه ما يطلقوا يعني الريحه تاعو في الفريجيدار ما يمتص الريحه تاع الحوايج الاخرين اللي كاينين في الثلاجه. غطيته مليح حطيته في الثلاجه، ومن بعد يعني كي نخلص مش درك بعد انا عندي الفيونداش هذيك حطيت لها البيض. كانت كميه شويه كبيره تاع اللحم المفروم، حطيت زوج بيضات، ضفت المعدنوس، ورايحه نبدا نحرك ولا نعجن في الكفته تاعي. هنا الاناء تاعي ما قدرتش ندير فيه لانه كان صغير، بدلته باه نخدم براحتي. ودرك رايحه نزيد نضيف لا شابلور، وحركت يعني ضفت البنات لا شابلور وحركت المقطع تاع لا شابلور نحيته. المهم ضفت الخبز اليابس المرحي ونديرهم كويرات كيما هكا. صحن حطيت فيه بلاستيك. وانا البنات درك هذا كيما قلت لكم راح نخدم بها غدوه. حطيتها في المجمد هذيك نصيف ساعه ولا سويعه حتى اللحم تاعي شويه تحكم روحها ولا تجمد شويه. ومن بعد يعني تشوفوا كيف راح نديروا لها. حنحطها في كيس باه غدوه نجبدها. انا البنات قاعده ندير في الواحد هذا، ومن بعد قررت ندير العشاء قبل ما نخبي اللحم تاع الدجاج في الكونجيلاتور. هزيت فخذ تاع دجاج وهذوك الحوايج هذوك اللي نمششهم انا اللي هضرت لكم عليهم قبيل، حطيتهم في اناء. حطيت لهم شويه بصله، بزاف ثوم، حطيت الفلفل الحار هذاك الجاف، حطيت ملح، فلفل الكحل. انا رايحه نضيف راس الحانوت. يعني نفحت لي ولا جات في راسي ندير دي بات يكونوا مداويين مليح بالتوابل ويكونوا حارين. هنا درت دي سباغيتي البنات. انا ضفت البابريكا ونضيف صلصه الطماطم. واش حطيت؟ راس الحانوت، بابريكا، ملح وفلفل الكحل، وحطيت الفلفل الحار هذاك الصغير باه يمد هو تاني يمد ذوق بزاف مليح المكرونه. بلا ما تنساو الزيت بيان سور. وبديت نقلي فيهم مع بعضهم. وهنا تاني نقول لكم اذا حبيتوا المكرونه تاعكم تجي بنينه قليوا الخليط تاعكم هذا مليح. هنا الثوم تاني كما قلت لكم حطيت كميه مليحه تاع ثوم تجي بنينه. هنا باه ما يجينيش المكرونه حاره بزاف، هذاك الفلفل الحار قليت به برك قبل ما نحط الماء نحيته. شوفوا معي كيفاش قليت، يعني الاناء تاعي من تحت راهو يبان لكم ماغون. وهذه حاجه من الاشياء اللي راح تمد لكم بنه رايعه المكرونه. حطيت الماء وخليتها تغلي.
ومن بعد نكملو نقول لكم واش صرالي لانه شويه. المهم هذا اللحم المفروم تاعي بعد ما حكم روحو درك نحطو في كيس بلاستيكي. انا علاه نجمدو هكا شويه لانه كيعود خضر هكا كنت حطيه في كيس مباشره راح يجمد لك، يعني يكون لك بكل لاصق في بعضها وما تقدريش تنحي بالحبه. خبيت كلش الغدوه الصباح البنات هنا الصباح بكري بكري نط قبل ما يجيو. حطيت في البرمه تاعي هذه اللي راح ندير فيها النعمه بعد. اللحم تاع الدجاج هذاك اللي كنت داويته من قبل الدواء هذاك بيان سور نهبطو بكل، نزيد نحط الماء نشلو مليح ونحطو نحطو فوق النار درك. الحاجه الوحيده اللي رايحه نزيدو من بعد رايحه نزيدلو تاني الطماطم المصبره. وهذه الخضره اللي رايحه نحطها في النعمه تاعي. عندي كميه تاع الجريوات وعندي كميه تاع السناري، يعني كميه تاع قولوا لي كيفاه تسميوها هذه. المهم كميه تاع هذا اللي تشوفوا فيه قشرته ورايحه نحطوه لانه في قسنطينه نسميوه هاد الاسم هكا بصح مانيش حنقولوا لكم، نتوما اكتبوا لي في التعليقات اللي يعرفوه يقولوا لي كيف نقولوا لها في قسنطينه. المهم بعد ما غلا الخليط تاعي هنا كانت عندي تاني حبه تاع الخردل ولا تاع اللفت ضفتها وفي البرمه تاعي بديت اول حاجه بالسناريه هي اللي حطيتها لانها هي اللي تدي بزاف وقت باه الطيب. ومن بعد زدت فوقها جريوات وخليت هذه هي الاخرى من الفوق خلاص لانها الطيب هي ليه يعني ما تاخذش وقت طويل خلاص. كنت خليها مده طويله رايحه تذوبلك في المرق تاعك. هنا راني نحيتها راهي ما كانش داخله مليح في المرق بصح طابت على الكيف نحيها. يعني كنت حريصه على اني نعس الخضره تاعي باه ما تذوبليش في المرق وتبقى حاكمه روحها. كيف من وراها بمده قصيره زدت نحيت الجريوات. وهنا لي كويس دو بولي تاعي كانوا طابو كيف ما تخليوهمش حتى يطيحوا. حطيتهم في بلاطو دهنتهم بكميه تاع الزبده. وقبل ما نقدم الغداء تاعي الساعه رايحه نشعل عليهم لاغري من الفوق باه يتحمروا شويه. انا دوك عندي النعمه تاعي هنا البنات النعمه راهي اللي يفتلوها النساء يعني ما شريتهاش ساجيه جبتها معايا بالبلاد البنات. حطيت فيها كميه تاع الزيت كميه مليحه دهنتها هكا بالزيت حتى الحبات تاعي كل قاسهم الزيت هذاك. انا كي تكون النعمه اللي نشريوها من برا مباشره البنات هكا نحطها تفور يعني نخاف نحط لها الماء في المرحله هذه. بصح كي تعود هذه النعمه اللي يفتلوها النساء وعلى بالي يعني اللي فتلتها لي حره تعرف تفتل الوغ ما نخافش منها. حطيت كميه تاع الماء هكا حتى تسرد لي مليح 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 ولا تتبل لي مليح. حطيت كميه تاع الملح ودرك نغطيها ونخليها تشيح يعني مانيش حنبقى نقيس فيها بزاف حتى تشيح لي النعمه تاعي. بعد ما شاحت نرجع ليها ونحلها يعني كل حبه رايحه تكون وحدها كما تشوفوا فيها هكا لازم تشيح مليح. ودرك حنحطها في الكسكاس ونفورها الفوره الاولى. البنات راني ديجا حطيت الحمص تاعي ثاني طيبه. هذه الفوره تاعي الاولى تاع النعمه. انا كي تكون النعمه هذيك اللي تتشرى ندهنها بالزيت نفورها الفوره الاولى ومن بعد كي ننزلها الساعه نحط لها الماء والملح البنات. هذه ثاني اكيد حنحط لها من بعد الماء بصح اقل من لا يعني هذيك اللي تشرى من برا. انا المرق تاعي حطيت فيه الكفته اللي كنت خدمتها البارح. هذه الفوره الاولى ننزلها في القصعه ونحط فيها كميه تاع الزبده وكميه تاع الماء يعني نرشها بكميه تاع الماء ونحرك النعمه تاعي مليح حتى كيف الزبده هذيك تاعي تذوب لي في النعمه والنعمه تاعي تتحلل لي مليح يعني ما فيهاش الكعابر. ونزيد نعاود نرجعها تفور الفوره الثانيه نزيد نخليها تفور مليح ومن بعد ننزلها. هذه هي هنا النعمه تاعي راهي كانت حاضره فقط كما قلت لكم نحلها مليح وغطيتها وخليت حتى وقت الغداء لانه كما شفتوا بديتها من البارح يعني حضرتها بكري. نغطيها ونخليها حتى وقت الغداء. المرق تاعي اكيد صفيوه ومن بعد زينوا النعمه تاعكم بالطريقه اللي نتوما حابينها يعني الخضره اللي حطيتوها زينوا بها. وبالنسبه للنعمه تاعنا اللي كلاوها قالوا لي يعطيك الصحه جات بزاف بنينه حتى ولو هما لازم يجاملوني يقولوا لي بنينه بصح انا ناكد لكم البنات والله غير جات بزاف هايله.
درك في الاخر واش غنقول لكم ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. اذا عجبكم بصح ما تنساوش خليوا لي لايك وشاركوا في القناه. سلام.